صباح الخير. شوف لما الانتاج الحربي يعمل بوتاجاز بروفيشنال، امان كامل، حمل ظهر، شفاط، هواية شفاط، بوتاجاز ستاند بس يصلح يبقى بيلت ان عادي، تاومر ديجيتال، امان كامل، حاجة محترمة جدا. مفتاح واحد فرن للأسف، مش اتنين مفتاح زي ما حضراتكم شايفين. تقفيل الخامة الاستانلس بتاعه محترم، العزل، كمية العزل كويسة جدا، مسافة العزل كويسة جدا. بصراحة بوتاجاز الفينش بتاعه عالي جدا. تمام. بنظام الدرج هنا عشان ده يتفتح، ده كده بتشال اتفتحت، يطلع الازاز ده يتنضف ويرجع مكانه تاني عادي. تمام، مش مسامير ومش مربوط بحاجة تانية زي اللي في يونيون اير، يعني خلينا نشبهه باللي في يونيون اير، مع التحفظ من الجودة. هنا الجودة اعلى صراحة يعني انا شغال يونيون اير برضو، بس هنا الجودة اعلى بكتير. تقفيل الظهر، الخامات المستخدمة، حامل الظهر تقيل مش خفيف، والبيلد كواليتي بتاعته فوق الممتازة. ان شاء الله نعمل له فيديو كامل ونتكلم عنه باستفاضة. الخامات بتاعته اما نلفه دي كده زي ما حضرتك شايف، ده مستورد مش مصري، من غير ما اسأل ده ايه يعني. انا ما عرفتش من الشركة ان ده مستورد، بس ده مستورد. الشكل ده كده ده مستورد. و90% ده تركي، يعني نحاولوا نعرفوا المنشأ ايه هتلاقوه تركي. هتلاقي مكتوب في عين من الحاجات دي، يعني في قب من القبات دي. التقفيل محترم جدا بتاعه الصراحة، يعني لا غبار عليه. الموديل ده اسمه ايه؟ اسمه لاجرانج امان كامل. طبعا موجود في منافذ بيع الانتاج الحربي، وموجود عندنا هنا في المعرض، وموجود في معارض كتير. علينا التجار بتتجه للمنتجات دي، لان الشركات الاستثمارية اسعارها غالية جدا الفترة دي. ده بوتاجاز لاجرانج امان كامل، مش نص امان، في منه نص امان وفي منه بغطا، زي البوتاجاز اللي ورا غطا فوق ازاز. في منه نص امان وفي منه بدون امان، اللي هو الموديل الحورس. الحورس بدون امان، وفي موديل كمان بدون امان. ده مروحة، لمبة اشعال، تمام، شواية كهرباء. زي ما حضراتكم شايفين تايمر الديجيتال، المفاتيح محترمة، الاوكر محترمة جدا صراحة، يعني الاوكر محترمة، تقفيلها حلو. فتحة الباب مش مستفزة، ما فيهاش حاجة متهبتش، مع انه مش هيدروليك، بس التقفيل حلو بصراحة، يعني تحس ان هو مستورد مش مصري. مش بشكر فيه، بس انا لما بيجي لي حاجة كويسة بقول انها كويسة، بيجي لي حاجة نص نص بقول لها نص نص. تكنو جاز طبعا بطل البوتاجازات، يعني ده البوتاجاز الاول في مصر من ايام الشركات الايطالي، من ايام ما كان بيجي مستورد. ده امان كامل برضو، ده النص امان بتاعه. ودي الوحش بتاع الانتاج الحربي، التلاجة الكبيرة. طبعا كله بيقول لك 650 والحق خصم مش عارف ايه، دي 500 لتر صافي، الحجم الكافي 650 ملوش علاقة، هي 500 لتر. تمام، بحنفية ديجيتال يعني بكارتة، باورد باي هايسنس. التلاجة دي مستوردة على فكرة، يعني مش اشتغالة. لو اشتغالة هقول لك، دي مش اشتغالة. باورد باي هايسنس دي مش اشتغالة، هي فعلا منتجات التلاجات بالذات والفريزر من شركة لونج لايف او الانتاج الحربي حلوان 360 للصناعات المعدنيه. اغلب المنتجات بتاعتهم هي من شركه هايسنس، وكانت زمان انا نزلت التلاجات 320 وهي لسه عليها اسم هايسنس. تلاجة محترمه. واللي يقول لك خصم 40 ومش عارف ايه وبتاع، لا مفيش الكلام ده. السعر ثابت يا فندم على كل التجار، اشتريها من اقرب حد ليك، يا اما تسأل عند كله عشان تاخد افضل سعر، واقرب حد ليك تشتري منه عشان توفر في المواصلات. تمام. ممكن ما تبقاش متوفرة في معرض الشركة نفسه، بس متوفرة عند التاجر طبيعي. التجار النهاردة بتروح تعمل صفقات، يعني يقول لك انا عاوز المخزن كله، يدخل على الشركة يقول له انا عاوز المخزن كله. انا عن نفسي بعمل كده، بس انا بعمل كده انا وغيري الصراحة، في ناس كتير زي بنعمل كده عشان ناخد سعر كويس جدا ونبيع بسعر قليل جدا، مش بنعمل كده عشان نخزن.
تمام. عندنا ايه تاني انتاج حربي؟ عندنا تكييفات 2.4 حصان بارد ساخن ديجيتال بلازما انفرتر. افضل تكييف حاليا في السوق هو الانتاج الحربي، تجيبه انت قلبك جامد. عندنا التلاجة الزانوسي الكريسبو 370 الكترو ستار 338 باب ازاز. عندنا الحته الفرز السامسونج كومبي بفريزر 3 درج 344 فرز تاني بضمان شركتها. عندنا حته بقايا تصدير ال جي سينك كيو اي اي اللي هي موديل 65 يو بي 77. عندنا ايديال باب واحد فرز تاني. تحت امر حضراتكم في اي استفسار في اي وقت. تحت امر حضراتكم في اي استفسار بما يخص الاجهزه الكهربائيه سواء من عندنا او من بره او ترشيحات او ما الى ذلك. عاوز حضرتك ريفيو عن منتج معين ومتوفر عندي اعمل لك ريفيو عنه بما يرضي الله، وكل اسئلتك هتجاوب عليها سواء بتشتري من عندي او من بره. السعر يا فندم، الاسعار هترتاح شويه الفتره الجايه؟ لا مش هترتاح خالص لان مفيش انتاج. فاللي داخل على جواز اللي مجبر اللي هو يشتري جهاز النهارده ينزل يشتريه، كل يوم بسعر كل يوم بحكايه. لان عندنا توشيبا العربي مثلا نزلت اسعار جديده ورفعت ليست 10% امبارح، وهي اصلا ملهاش منتجات في السوق. التاجر النهارده بيدور عليها بملقاط. تلاجة شارب مصر كلها بتتصل عاوزه تلاجة شارب. طب هنجيبوها منين شارب دي؟ واسعار غير منطقيه 28 29 و27. شارب 16 بقت ب25,000. تلاجة توشيبا، تلاجة توشيبا البي 40، اسف ال40 مقبض او ال40 دائري، يعني تخطت ال20,000 ازاي؟ يعني وصلت لغاية انا شفتها ب18 ونص النهاردة مثلا، تاني يوم لقيتها ب22,000. ازاي طيب؟ امتى وحصل امتى الكلام ده؟ فتحت امر حضراتكم في استفسار. احنا عندنا اللي موجود عندنا لسه بالاسعار اللي اعلنا عنها قبل كده زي ما هي لغاية ما نشتري جديد. لما نجيب جديد نبقى نعلي السعر بناء على برضو على سعر السوق. واللي عاوز فريزر ادراج ولا الاسعار فوق ال15,000 يا باشا، فريزر 180 لتر اي ماركة ما عدا يونيون اير. تمام، اي ماركة ما عدا يونيون اير اشتريه وخزن فيه. حضرتك هتحط حاجتك كده وده عندك ادي سبت، ممكن تجيب كمان سبت زي تشتريه من قطع الغيار ب70 جنيه. تمام، ده اغلى سعر ليه على فكرة. يعني انا بتكلم على اغلى سعر ايه للسبت 70. تمام، على المقاس بس تاخد معاك السبت القديم وحافظات طعام بتاعة التلاجة ورصها. يجيب معاك 5 و6 درج 180 لتر 200 لتر 220 لتر. وتحت امر حضراتكم في اي وقت.